في خطوة أثارت جدلا واسعا استضافت الرياض حفلا كبيرا نحيته نجمة البوب الأمريكية جينيفر لوبيز، ما صدم المجتمع المحافظ في السعودية وخارجها. الحفل الذي أقيم على أرض الحرمين الشريفين يعكس التحولات الاجتماعية والثقافية التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان ضمن رؤية 2030 التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز عالمي للسياحة والترفيه. بينما يصفه البعض بالتقدم والانفتاح، يراه آخرون تناقضا صارخا مع هوية السعودية الإسلامية وقيمها التقليدية. يأتي هذا الحفل بعد أيام فقط من القمة العربية الاستثنائية التي عقدت في الرياض بشأن غزة ولبنان، مما أثار تساؤلات حول أولويات المملكة في خضم الأزمات الإقليمية. تتزايد الانتقادات لهذه الأحداث التي تعتبر محاولة لتحويل الأنظار عن قضايا الأمة المحورية، بينما تسعى الرياض لإثبات قدرتها على منافسة دبي كوجهة سياحية وترفيهية عالمية. فهل تركي آل الشيخ سيخرج عن مستقبل السعودية، أم أنه سوف يقوم بخطوة لتتحول السعودية للوجهة الإقليمية الأولى في الشرق الأوسط؟ أنتم ما رأيكم؟